بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقائي الأعزاء. هنتكلم النهاردة الفيديو رقم 4 في سلسلة التسمين للخرفان وتسمين الأغنام عموما. في حاجة مهمة طبعا جدا 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 نسينا نذكرها في الفيديوهات اللي فاتت، إن معدل التحويل بيختلف طبعا من سلالة لسلالة، عشان بس نبقى منصفين ويبقى الكلام واضح. ممكن تجيب سلالة مثلا زي الرحماني زي العسافي، ده ممكن يعني معدل تحويل يكون عالي جدا، ممكن يوصل لحد يعني 300 جرام في اليوم، 350 جرام في اليوم. فدي لازم تختار السلالة الكويسة، البرجي غير الرحماني غير العسافي غير الوسيمي غير البرديسي، كل سلالة ولها معدل تحويل. فانت تختار السلالة اللي معدل تحويلها عالي زي الرحماني زي البرديسي زي العسافي. دي حيوانات معدل تحويلها كويس، يعني ممكن يوصل 7 كيلو في الشهر او 8 كيلو في الشهر. وانت وشطارتك لو قلنا 8 كيلو في الشهر، عندك 4 شهور ب 32 كيلو وانت جايبه 25، يعني يوصل لحد 58 60 كيلو في الدورة بتاعتك. ده بيبقى هامش ربح كويس ان شاء الله، وتلاقي العملية يعني ماشية لحد ما تشيل نفسها، وتلاقي نفسك في مكسب في الاخر عشان تقدر تكمل وتغير دورة مكان دورة ان شاء الله. فالنهاردة ان شاء الله هكلمكم عن العلفة بتاع الاغنام. لو انت هتخلط علفة على ايدك مش هتكلفك حاجة ان شاء الله. شوية شمع اصفر زي ما قلنا، عليهم شوية ردة، عليهم شوية جشر فول بلدي. ممكن لو عندك عيش ممكن تستخدم العيش برضو حلو جدا، بس ما تكترش منه. لو حتى 20 كيلو على الطن او 50 كيلو على الطن بالكتير خالص هيديك نتيجة كويسة. على فكرة حلو في التسمين، بس مشكلته ان الناس ما بتخليش بالها قوي من موضوع العيش، وبتحط بكميات كبيرة، بيعمل لكمات وبيعمل نزلات معوية وممكن يموت الحيوان. وان شاء الله الفيديو اللي جاي هقول لك ايه الحاجات الخطر اللي انت تخلي بالك منها على حيواناتك عشان ما تخسرش الحيوانات بتاعتك زي ما بيحصل وزي ما بنشوف. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هقول لكم ازاي تحافظ على الحيوان بتاعك، وازاي تتجنب الاخطاء اللي تؤدي الى الخسائر كاملة في المشروع. فدي الخلطة بتاعتنا. بنجيب طبعا شوية بريمكسات، شوية خميرة، شوية املاح معدنية، شوية فيتامينات، شوية بيكربونات برضو تتحط. وطبعا الحاجات دي في ناس بتدش الشام الاصفر، وفي ناس بتخليه سليم يقول لك لا عشان مصارينه توسع. ما فيش مشكله، هو الخروف لو قبل الشامي وهو كده وزن 25 كيلو بياكلوه على فكره سليم. انا شفت بعيني، واللي انتوا شفتوهم دول صغيرين دول بياكلوا الشامي سليم من غير ان هو ما يتكسر او يدش. فدي خلطة بسيطة خالص. بنحط زي ما قلت لكم الخروف بياكل يعني 200 جرام 250 جرام في بداية الدورة، وتبدأ ترفع 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 لحد ما توصل ل 500 جرام في اليوم. بتبقى 250 الصبح و250 آخر نهار، نص كيلو. بنعمل إن شاء الله في الآخر كده هعمل لكم دراسة جدوى عن المشروع ديت، بس هيبقى في الفيديو الأخير، ويبقى في فيديو في الآخر عن لمسة نهائية لدراسة الجدوى، وتستفيدوا كتير بإذن الله. تابعونا طبعا، وإن شاء الله نقدر نفيدكم في كل حاجة في التسمين بتاع الغنم. قلنا في الفيديو اللي فات احنا نسينا نتكلم عن التجهيزات. المكان، في ناس بتحط مثلا تجيب برميل وتشيل نص وتجب نص البرميل وتحط فيه العلف وتحط فيه التبن. هيبقى فيه فيديو برضو عن الأدبان المهمة للأغنام، ازاي اختار التبن الكويس اللي فيه نسبة بروتين او فيه نسبة طاقة ممكن استفيد بيه. هقول لكم على الكلام ده كله. تجهيز المية، لازم تكون مية عذبة الى حد ما، طالما انت بتربي في اماكن فيها مية نظيفة. يا ريت تدي الغنم مية نظيفة من بلاش المية المالحة طالما انت في مكان متاح ليك المية. لكن لو مفيش مية عذبة خلاص هو بيتحمل الملوحة لحد حتى 3000 بي بي ام، مفيش مشكلة الاغنام بالذات. تمام، يبقى انا لازم اجهز المكان كويس، ولازم ان انا اهتم بنظافة المكان، واهتم بالمية، واهتم بالعلافات بتاعتي، المعالف اللي انا بحطها. واحاول يبقى فيه تناسق في الوزن والنوع بتاع الغنم. ما يجيبش واحد بطلان وواحد جامد وواحد ينطحوا بعض، لا، خلي فيه تناسق في الاوزان وتناسق في الاعمار. لازم يكون فيه تناسق بين الوزن والعمر.
يعني ما اجيبش خروف مثلا وزنه 6 شهور، عمره 6 شهور ووزنه مثلا يطلع لي 20 كيلو، ده دليل ان في مشكله في النمو بتاعه. ما اجيبش خروف مثلا عمره 3 4 شهور وتلاقي وزنه 15 كيلو، اعرف تمام ان ده مش هيحول معاك وهيتعبك، ما تفرحش ان هو رخيص. تمام، يبقى انا لازم اعمل تناسق بين العمر والوزن. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم عن انواع الادبان او الاخطاء اللي ممكن تعمل لك مشاكل في القطيع، ازاي تتجنبها. انتظروني الفيديو القادم ان شاء الله، هتسمعوا حاجات حلوه، حاجات مفيده. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.